képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bii rek di Mbacke Kadior TV luñ dugal ci dana ko am en exclusivité. حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والشهور معا مثل العزي بوجه والقدوات كانوا عبادا بطاعات لربهم وكان جل لهم ربا بمناته كانوا يعدون ترك الورد مع سبع من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرخى ستر ساح لكن خاموا سراعا لإحياء الدجنات باعوا فضولا بذكر الله خالقهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجات تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين زلما وليلا بالبشارات فحيثما برست ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بطاعته ينسون ليلى وسودا في خيامهم مستانسين بأذكار وآيات حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هن ولمنا في المقالات قوم بأسلحة أعداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وحزلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع القرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرعونات من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفضي إلى سفر منها ضليل كشيخ في فتوحات والزاد وهو التقى منها سلاهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل وعلا منها المطايا بهمات عليات منها العكاس بعجز والانهزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لواسمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء وغايات ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات والكل من جملة السادات سورة
يكفي المريد مريدا ذا غواياته كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالاته منهم مرق بحال وهدى أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقاوات كل كريم تقي ذو هدى وسقا يمضي النصيحة في كل البريات يمهو بتقوى خصوص النص جملتها يعني علوما من المولى سنياته يبدي طريقة أهل الله وادهة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي الضياء كضوء الشمس حيث نهى يخسى بها كل شخص في استنارات يغيب عن كل كون للمكون سا نور عظيم وسر من غيوباته يمو عن القلب رينا قد يدنسه مهوى المقصل عن صوب النجاسات أولئك القوم لا يسقى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات نالوا بقف الرسول المصطفى رتبا صلى عليه الذي يعطي المزيات نالوا بقف الذي جاء الأمين به عليه منه صلاتي كل ساعات من المناقب ما لا يحتوي خلم ولا لسان بقبط أو حكايات منها تبحر في علم شريعة مع علم الحقيقة من قبل الريادات إذ ارتياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات قرور مع شقاوات منها توقف عن قول وعن عمل حتى يروه صحيحا بشهادات منها تلاثم خوف الله مالكهم حال البدايات مع حال النهايات إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات منها تلاثم هدم النفس دون ريا من كونها ذات مكر والخيانات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والشهور معا مثل العزي بوجه والقدوات كانوا عبادا بطاعات لربهم وكان جل لهم ربا بمناته كانوا يعدون ترك الورد مع سبع من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرخى ستر ساحلك قاموا سراعا لإحياء الدجنات
باعوا فضولا بسكر الله خالقهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجات تجفو المضاجع في ليل جنوبهم ناسين ظلما وليلا بالبشارات فحيثما برست ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بطاعته ينسون ليلى وسودا في قيامهم مستانسين بأذكار وآيات حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هن ولمنا في المقالات قوم بأسلحة أعداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وحزلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع القرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرعونات من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفضي إلى سفر منها دليل كشيخ في فتوحات والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل وعلا منها المطايا بهمات عليات منها العكاس بعجز والانهزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لواسمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء وغايات ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات والكل من جملة السادات سورة يكفي المريد مريدا ذا غواياته كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بحال وهدى أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقاوات كل كريم تقي ذو هدى وسقا يمضي النصيحة في كل البريات يمهو بتقوى خصوص النص جملتها يعني علوما من المولى سنيات يبدي طريقة أهل الله واضحة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي الضياء كضوء الشمس حيث نهى يخشى بها كل شخص في استنارات يغيب عن كل كون للمكون نور عظيم وسر من غيوباته
يمو عن القلب رينا قد يدنسه محو المقصل عن صوب النجاسات أولئك القوم لا يسقى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات نالوا بقف الرسول المصطفى رتبا صلى عليه الذي يعطي المزيات نالوا بقف الذي جاء الأمين به عليه منه صلاتي كل ساعات من المناقب ما لا يحتوي خلم ولا لسان بقبط أو حكايات منها تبحر في علم الشريعة مع علم الحقيقة من قبل الريادات إذ ارتياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات قرور مع شقاوات منها توقف عن قول وعن عمل حتى يروه صحيحا بشهادات منها تلاثم خوف الله مالكهم حال البدايات مع حال النهايات إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات منها تلاثم هدم النفس دون ريا من كونها ذات مكر والخيانات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والشهور معا مثل العزي بوجه والقدوات كانوا عبادا بطاعات لربهم وكان جل لهم ربا بمناته كانوا يعدون ترك الورد مع سبع من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرخى ستر ساحلك خاموا سراعا لإحياء الدجنات باعوا فضولا بذكر الله خالقهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجات تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين زلما وليلى بالبشارات فحيثما برست ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بطاعته ينسون ليلى وسودا في قيامهم مستانسين بأذكار وآيات حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هن ولمنا في المقالات قوم بأسلحة أعداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وحزلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع القرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرعونات
من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفضي إلى سفر منها ضليل كشيخ في فتوحاته والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل وعلا منها المطايا بهمات عليات منها العكاس بعجز والانهزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لواسمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء وغايات ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات والكل من جملة السادات سورة بن يكفي المريد مريدا ذا غواياته كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بحال وهدى أبدا منهم مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقاوات كل كريم تقي ذو هدى وسقا يمضي النصيحة في كل البريات يمهو بتقوى خصوص النص جملتها يعني علوما من المولى سنيات يبدي طريقة أهل الله واضحة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي الضياء كضوء الشمس حيث نهى يخشى بها كل شخص في استنارات يغيب عن كل كون للمكون سا نور عظيم وسر من غيوباته يمو عن القلب رينا قد يدنسه مهوى المقصل عن صوب النجاسات أولئك القوم لا يسقى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات نالوا بقف الرسول المصطفى رتبا صلى عليه الذي يعطي المزيات نالوا بقف الذي جاء الأمين به عليه منه صلاة كل ساعات من المناقب ما لا يحتوي خلم ولا لسان بقط أو حكايات منها تبحر في علم شريعة مع علم الحقيقة من قبل الريادات إذ ارتياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات قرور مع شقاوات منها توقف عن قول وعن عمل حتى يروه صحيحا بشهادات منها تلاثم خوف الله مالكهم حال البدايات مع حال النهايات
إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات منها تلاسم هدم النفس دون ريا من كونها ذات مكر والخيانات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والشهور معا مثل العزي بوجه والقدوات كانوا عبادا بتاعات لربهم وكان جل لهم ربا بمناته كانوا يعدون ترك الورد مع سبع من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرخى ستر ساحلك قاموا سراعا لإحياء الدجنات باعوا فضولا بذكر الله خالقهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجات تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين الظلم وليلى بالبشارات فحيثما برست ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بتاعاته ينسون ليلى وسودا في خيامهم مستانسين بأذكار وآيات حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هن ولمنا في المقالات قوم بأسلحة أعداءهم خهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وحزلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع القرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرعونات من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفضي إلى سفر منها ضليل كشيخ في فتوحاته والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل وعلا منها المطايا بهمات عليات منها العكاس بعجز والانهزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لواسمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء وغايات ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات
والكل من جملة السادات سورة يكفي المريد مريدا ذا غواياته كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بحال وهدى أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقاوات كل كريم تقي ذو هدى وسقا يمضي النصيحة في كل البريات يمهو بتقوى خصوص النص جملتها يعني علوما من المولى ثنيات يبدي طريقة أهل الله وادهة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي ضياء كضوء الشمس حيث نهى يخسى بها كل شخص في استنارات يغيب عن كل كون للمكون سا نور عظيم وسر من غيوباته يمو عن القلب رينا قد يدنسه مهوى المقصل عن صوب النجاسات أولئك القوم لا يسقى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات نالوا بقف الرسول المصطفى رتبا صلى عليه الذي يعطي المزيات نالوا بقف الذي جاء الأمين به عليه منه صلاتي كل ساعات من المناقب ما لا يحتوي خلم ولا لسان بقبط أو حكايات منها تبحر في علم شريعة مع علم الحقيقة من قبل الريادات إذ ارتياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات قرور مع شقاوات منها توقف عن قول وعن عمل حتى يروه صحيحا بشهادات منها تلاثم خوف الله مالكهم حال البدايات مع حال النهايات إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات منها تلاثم هدم النفس دون ريا من كونها ذات مكر والخيانات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والشهور معا مثل العزي بوجه والقدوات كانوا عبادا بطاعات لربهم وكان جل لهم ربا بمناته كانوا يعدون ترك الورد مع سبع من الحلال من أسباب المصيبات
كانوا إذا الليل أرخى ستر ساهلك قاموا سراعا لإحياء الدجنات باعوا فضولا بذكر الله خالقهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجات تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين زلما وليلى بالبشارات فحيثما برست ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بطاعته ينسون ليلى وسودا في قيامهم مستانسين بأذكار وآيات حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هن ولمنا في المقالات قوم بأسلحة أعداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وحزلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع الغرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرعونات من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفضي إلى سفر منها ضليل كشيخ في فتوحاته والزاد وهو التقى منها سلاهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل وعلا منها المطايا بهمات عليات منها العكاس بعجز والانهزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لواسمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء وغايات ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات والكل من جملة السادات سورة يكفي المريد مريدا ذا غواياته كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بحال وهدى أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقاوات كل كريم تقي ذو هدى وسقا يمضي النصيحة في كل البريات يمهو بتقوى حصوص النص جملتها يعني علوما من المولى سنيات يبدي طريقة أهل الله وادهة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي ضياء كضوء الشمس حيث نهى يخسى بها كل شخص في استناراته
يغيب عن كل كون للمكون سا نور عظيم وسر من غيوباته يمو عن القلب رينا قد يدنسه مهو المقصل عن صوب النجاسات أولئك القوم لا يسقى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات نالوا بقف الرسول المصطفى رتبا صلى عليه الذي يعطي المزيات نالوا بقف الذي جاء الأمين به عليه من صلاة كل ساعات من المناقب ما لا يحتوي خلم ولا لسان بقبط أو حكايات منها تبحر في علم شريعة مع علم الحقيقة من قبل الريادات إذ ارتياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات قرور مع شقاوات منها توقف عن قول وعن عمل حتى يروه صحيحا بشهادات منها تلاثم خوف الله مالكهم حال البدايات مع حال النهايات إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات منها تلاثم هدم النفس دون ريا من كونها ذات مكر والخيانات. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak seen bii di Mbacke Kadior TV à partir d'aujourd'hui gën nañ koo yaatal ci YouTube bi képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci seen bii rek di Mbacke Kadior TV luñ dugal ci dana ko am en exclusivité jërë ngeen jëf.